ونحن ناس الفاو خصوص القرية 26 نرحب بكل أخواننا في السودان عامة ونشكركم على زيارتكم، لكن انتم بكره لازم تفطروا معنا يا اخوان. احنا السودان فوق، جيش فوق. لا نحن الحين برضه خليته معنا. ابري. يا جماعه انا صادق اهو، هم عارفين ان انا صادق. قبل كده انا جيت اشتغلت في موضوع اسمه مقبره السيارات بالرياض، والان نحن جايين لجيه خاصه كده وزياره خاصه يعني لزملائنا واخواننا في التجمع اللي هو تجمع ابناء القريه 26 الفاو. نحن جايين نفطر معاهم فطور سوداني، فطور سوداني خالص اللي هو عندهم ضرة. الضرة ده يعني حيلين كده كل الناس اللي شغالين في المنطقة بتاعت التشليع دي. ومعي في الزيارة دي أخونا معروف طبعا، أخونا مصطفى القدال. يا مصطفى نحن الليلة جايين في فطور خاص كده في نص العربات دي. والله ما شاء الله، ورمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير. يعني السوداني في أي مكان هو سوداني. نعم. وبالذات في رمضان عندنا عاداتنا برانا، يعني زي ما بيقولوا بنتميز بها برانا. اللي هي الضرة في رمضان. الضرة في رمضان اليوم إن شاء الله حاضر بدعوة كريمة من أخواننا في أبناء القرية 26 الفاو. يعني قبل كده جينا قدمنا او جينا الحلقه بتاعت تشليح الحاير، وقدموا لنا ان شاء الله دعوه كريمه، والليله بصدد ان شاء الله تلبيه الدعوه في ضراهم العامر باذن الله. وان شاء الله نشوف، نحن ما نتكلم كثير. أيوة. ونمشي للضرة ونشوف الحاصل شنو. قرية المسلمين 26 الله اكبر، ناس يتغير السيد الله اكبر، تحييهم والله الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أخواني وأحبابي نشكركم جزيل الشكر بوجودكم معنا اليوم، وأخوان الضيوف عامة نقول لهم جزاهم عند الله خير في منطقتهم. بارك الله فيكم، جزاكم عند الله خير. كنتم في رعاية الله، رمضان كريم عليكم يا أخي، تصوموا وتفطروا على خير، ورمضان كريم على الشعب السوداني عامة. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييك من سفرة أبناء طبعا إمامنا من أبناء النبوة الفاتنية أمنية قرب، الله يديكم العافية. تهنئة حنا في رمضان عموم كل المسلمين يا جماعة. ملي حلو انت عارف ليه الاعلام والله حقيقي والله عطوك في الاعلام جدنا. تعالى تكلمنا نحن باقي كلام في ند والله. هنا دكتور انت حاجه طيبه الاخبار ان شاء الله طيب. لازم يد طيب. يلا يد طيب. السلام عليكم ورحمة الله، الله يجزاك سلام الله عباك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحني الشعب السوداني بالفوز العظيم، نحني قوات الدرع، ونحني أهلنا في الشيخ مكي. الله اكبر والله. نقول لهم تصوموا وتفطروا على خير، ربنا يجيب الامن والسلام في البلد كلها. الله اكبر والله. واليوم قاعدين مع اولادنا اولاد الفاو، ناس انور، خير السيد، صلاح نجم الزين وعمر المكادي. نعم الله يديك العافيه. الله يكرمكم ويديكم العافيه. عمر يا اخي تعال. الظابطه
كيف؟ طلع علينا بدل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم عليكم والصوم والافطار على خير. نحن اليوم في تشريح الحاير، وهذه الجاليه السودانيه من ابناء المسلميه في قرى الشيخ مكي وقرى الفاو. الحمد لله رب العالمين، كل سنه هذا الشيء بيحصل في هذه المنطقه. في الافطار ده سنوي، بنتجمع فوقه بنقعد فوقه. وكمان تحيه لاخواننا ناس العسيلات. جاهزين؟ بيع بس خلاص. تعالي لو جات هنا بيعتها تامه. منتهي يعني هناك فيها بيع، قلنا نخلص البيع هناك وبعدين نجي عليها. الرسميه يا شركه. سيدة بالتقريع. في سلطة هنا وسلطة بتاعه. ده أبري. ده أبري، الناس اللي ما بيعرفوا الأبري. في واحد ما في السودان يا جماعة ما بيعرفوا الأبري. الأبري ده مشروب سوداني خالص. اسمه أبري واسمه علي الأمور. لا نحن الأمور ده خليته معنا. أبري. لا الأبري. الشعيرية طبعا. الطلاق ماشي تحياتنا لنا 26 كلهم يا جماعه، وعشان الناس اللي ما يزعلوا اخونا قبيل شاكرنا ناس المسلميه برضه تحياتنا لهم كلهم اهلنا، يعني نحن ما بنفرز ولا واحد. تحيه يا جماعه لهم كلهم داخل الرياض وخارج الرياض، وبالخصوص الناس اللي في التشريع اخونا على راسهم محمد توم عشان جارنا وزول جارنا وكده، وجارنا برضه في القضارف. يعني احنا ناس برضه نحن ناس قضارف، لكن مصطفى ده طبعا بعيد يا جماعه. ده كردافي سيد. نحن ناس القضارف نقول لك كردافي سيد لانه ما بتعرف حاجات. اول حاجه يعني العصيده والتقاليه والامور ده اساسه من كردفان. شفت هذا بدينا نتغالب يا جماعه، قالوا كردفان ناس القضارف. ونحن ننتهز اللحظات دي، وان شاء الله يعني نسلم لكل الاهل اذا كان في كل قبائل السودان من دون فرز، نقول لهم رمضان كريم وصوموا وتفطروا على خير، وان شاء الله ربنا ينصر قواتنا المسلحه السودانيه. رمضان كريم وصوموا وتفطروا على خير، رمضان ان شاء الله علينا بالخير والبركه. اللهم امين ان شاء الله. رمضان خير ان شاء الله. رمضان يمن الامن والامان ان شاء الله، نرجع لاهلنا وديارنا. امين كلنا جميعا ان شاء الله. رمضان الان هنا حصلنا الحمد لله. لا قصده لك الاحلى وين؟ الاحلى في السودان، الاحلى في السودان. اهلا وسهلا. يبقى عبد المنعم في وطننا، في بلدنا، في احبابنا واهلنا واقربائنا. وطننا برضه رمضان احلى في السودان. لا يلا اخونا ياسين اخو زكريا اخونا يعني. ده اخو زكريا. اي والله ده اخو زكريا. عزيز علينا جدا زكريا ده يا اخي. وجيت قريب ولا طولت انت؟ لا جيت قريب قبل رمضان ب 10 يوم. ولكن شايفك انت هسه مرتاح هنا رمضان، شايف شكله هنا احسن لك من السودان. والله السودان ابرك لنا السودان. الحمد لله ظرف العمل بس. الله يبارك. كلمنا اخونا عبد الحيدر. وانت تقول تسمى الشغل والله شرفتونا، جزاكم الله خير، رمضان كريم عليكم. ويا مع الناس متعقدين، الواحد في الكاميرا ما بيعرفوا بيتلقى هناك. ورمضان كريم عليكم ناس السودان، وصوموا وتفطروا على خير. جزاكم الله خير، ربنا يصلح حال البلاد والعباد ان شاء الله، ينصر قواتنا المسلحه السودانيه، وشكرا جزيلا.
لو سمحتوا يا جماعه هاي خليه يعمل معي اذاعه اسمع هاي. هلا والله حياك الله خير الله يكرمك. حياك الله معاك احمد جاد الله المحيسن الحمدي. يا سلام. الله يحييك. وين انت؟ انا من النهود. النهود. نعم. يا سلام ناس النهود. نعم. طيب اللماك شنو مع ناس الفاولين؟ اول حاجه نسب ايوه المسلميه. انا حمري ومزيج من المسلميه ما شاء الله تبارك الله، يعني قبيله ما شاء الله تبارك الله، وناس يعني واحد من اعز القبائل والله. لا مسلمين معروفين. اي والله معروفين. والله العظيم يعني ناس ما شاء الله تبارك الله معروفين عارفينهم. ربنا يحفظهم، ناس كرم وجود وناس يعني سمعه، يعني اساس ثابت وفرع في السماء. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني احبتي الله يجزاكم خير والله يكرمكم ان شاء الله. ونحن ناس الفاو خصوص القريه 26 نرحب بكل اخواننا في السودان عامه. عندنا اخواننا كثير بيجوا يفطروا معانا وناسنا كلنا بيجونا، البعيد والقريب كله حبابه. وعندنا في تشليحنا تشليح عم خالد الله يجزاه خير، والمحلات قايمه. من جينا السعوديه هنا الجينا قاعد، ونحن من جينا يمكن لنا حول 10 سنه ولا من قمنا الجينا قاعد. التسليح قايم مع رمضان ومع الاخوان ومع الحبايب ومع الاهل، وقايم على رمضان اخوالي وعزازي خالي انور الله يديه العافيه والدلعك، واخونا عمر مكاذي من هنا صمدون بان ان شاء الله يجزاهم خير ويوفقهم. التسليح قايم عليه قايم كالاتي: الناس في الافطار بيفرشوا في الشارع برا، ويا زول بيجي من بعيد الحباب، ودي عاداتنا ودي تقاليدنا. هلا كل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير وصحه وامان، ويجعل السودان في امن وامان. واصحابي وعشرتي بقالي سنين معاهم واكلين عيش وملح، ويعني انتوا عارفين ان انا صادق يعني الناس دي محترمه. لا دي مخلفه. الناس دي طيبه، وبالذات الراجل مكاني ده. مكاني ده طيب جدا يعني. الله اكبر. وكل عام وانتم بخير يا جماعه. شغل طبعا شغل مختلف. يا جماعه انا صادق اهو، هم عارفين ان انا صادق. كل عام وانتم بخير. خير انور حلبي روما، كل سنه وانتم طيبين. وفي الحته دي معانا ابراهيم ده طبعا من المصادفه الغريبه من دار السلام المغاربه. ممكن تقولوا في فرق بين دار السلام المغاربه وتقولوا فرق بين 26. ما في فرق، الناس زي اولاد عمه. طف طبعا العربيه من 26. خليته كلام قالوا حلو. عمك سعد ومرحبا بكم وحباكم الاف. طبعا 26 هم ناسنا واهلنا وعشيرتنا ومن نفس القبيله طبعا. نعم. ونحن كافي الشيخ مكي ودار السلام المغاربه يعني واحد كلنا الا اختلاف المناطق. ايوه بس المسميات يعني. نعم المسميات بس اختلاف المناطق، لكن كلنا بس مسميات، لكن كلنا من ابناء جد واحد وابناء منطقه واحده وابناء قبيله واحده. طبعا نحن جينا الليله تشرفنا بالفطور السوداني الخالص ده الليله نحن هنا، ونحن بنشكركم كثير. ما شاء الله. على الاقل ذكرتونا احنا ذاتنا السودان. لا ما شاء الله هنا في التشليح ده هنا في الحاير في جنوب الرياض دائما هنا التشليح بيمثل يعني السودانيين، وكانك انت في السودان. اي زول بيجي مره بيشوف الموائد هنا فيها كل الحياه الموجوده في السودان، كانك في السودان. أيوة نعم. حتى لو ما بتحس انك انت ذاته في غربه، يعني بتحس كانك في السودان هنا. اي زول يعني عزمناه وجانا هنا يقول ما شاء الله تبارك الله يعني كانكم في السودان. صمدون بان معانا ما شاء الله. الليله معانا الشيخ ابراهيم، والشيخ ابراهيم ده طبعا من الناس الفاكهه كده بتاعت صمدون بان. علمي علمي تقدر تقول لنا شنو علمي؟ والله يا هن الشعب السوداني عامة بالتحرير كل المناطق اللي تحررت والنازحين اللي رجعوا إلى نظام بان وإلى مناطقهم، ونتمنى هن في السودان عامة يوريهم السلام والاستقرار. امين. ونشكركم على زيارتكم، لكن انتم بكره لازم تفطروا معنا. احنا ما عندنا هناك السفره الثانيه. ايوه نعم. هذا الوفد الاول والوفد الثاني هناك يا اخوان. نحن ان شاء الله يا جماعه نحن كمان نستاذن من الناس نقول لهم يا جماعه معزومين في ضره ثانيه. نعم لازم تشرفونا والله. هنا ما شاء الله عندك المسلميه هنا في جنوب الرياض اكثر من 12 او 13 سفره دي موجوده ما شاء الله كلها مسلميه. اكثر من 12 ما شاء الله سفره موجوده في يعني يمكن مقاربه ال 100 عائله هنا موجوده. دي موجوده في تشريح الحي ما شاء الله كلهم بيجوا يفطروا. كلهم عشان كده بكره لازم تفطروا معنا. لا ان شاء الله. عائلات تحيه لكم انتم، تحيه لكم ولاهليكم في السودان،
شعب واحد شعب واحد وجيش واحد وحبابكم في موطننا في المملكة العربية السعودية في تشجيع الحاير مجمع الشيخ مكي أمضومبان الشيخ مكي والتلميذ والقرى كلهم. والله فقدنا رجال يعني فقدنا رجال والله ما فقدنا رجال يعني ما بتعوضوا بشيء. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أخواني وأحبابي في الله جميعا، جزاكم عند الله خير وبارك الله فيكم في وجودكم معنا بتشليح أولاد العكوك أبناء المسلمية عمومي الغالي 26 الفاو. نشكركم جميعا ونشكر أستاذنا الغالي الفنان مكي وتحجام. تحية لكل الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب في المملكة العربية السعودية وشرفتوا لكم الله يديكم الصحة والعافية وشرفتونا والله في ديارنا وحبابكم انتم المصورين. الله يحفظكم ويكرمكم ونحن شرف بكم يعني. شرفتونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ياسين حسن علي يوسف من السقاي. تحية أهل السقاي كلهم جميعا. السقاي طيبين والله بسلام وأمان وكل شيء تمام. ولا زين من السقاي إن شاء الله. يا رب لك الحمد والشكر يا رب. أدي مصطفى دانيو. لكم نذر الزمان أن يجمع أن يفرغ شملنا واليوم قد أوفى الزمان بنذره. جمع الزمان بشملنا ثم فرغنا والقلب ذاب من الأسى يتحسر والعين تدمع من فراق محبها. حان الوداع فمتى يكون الملتقى. فإن شاء الله إلى ملتقى في ساحات قادمة بإذن الله تعالى. بعد 5 يوم معزوم معانا كذا عليكم يا شباب. هذا القلب ايوه ان شاء الله. يمشي 3 يوم يوم الخامس معانا. نقول لكم جميعا يا شباب السودان فوق جيش فوق. مصطفى اخونا مصطفى نحن حقيقه استمتعنا جدا بالفطور مع ناس 26 ومضوم بان وناس العيلفون وانت ماشي كده لحد ممكن الحاج يوسف وحتى نهلنا ذاته زي ما تقول اللي هو في الأبيض ما شاء الله. اخونا برضه من النهود واخونا برضه من النهود. يعني الجلسه ما شاء الله ضمت بقت لنا عباره عن سودان مصغر. يا جماعه ان شاء الله نتلاقى في فيديو قادم ان شاء الله وخليكم معانا ان شاء الله ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.